السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، بجد بعد الطريقة دي استحالة تشتريها من برّه تاني وهتنجح معاكِ من أول مرّة، هتجهز معاكِ في 10 دقايق بخطوات سهلة وبسيطة جدًا، وهتطلع معاكِ بطعم ولون وريحة بجد ولا أروع، وهتطلع معاكِ كمان مرمّلة بس اتبعي الخطوات معايا كويس، وركّزي في كل الخطوات اللي هاقولها، يالّا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، يالّا بينا على طول نشوف المكونات. معايا المكونات الجافة وهي عبارة عن نُص كيلو من دقيق البسبوسة، الدقيق السايب اللي بنجيبه سايب من العطار أو ممكن في أكياس مغلفة بس ما يكونش عليه أي إضافات، ومعايا معلقتين كبار من جوز الهند ده اختياري بس بتدّي طعم حلو جدًا للبسبوسة، ومعايا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر بجد بتفرق في البسبوسة ما بتخليهاش مكتومة، هنقلب المكونات الجافة كويس جدًا مع بعض لحد ما يختلطوا كويس مع بعض جدًا، وخلّي بالِك ما تزوديش في كمية البيكنج باودر أوي عشان ما تقلبش معاكِ في الآخر كيكة. بعد كده هنحضّر الخليط التاني اللي هو الخليط السايل وعبارة عن كوباية من السكر، كوباية إلا ربع من اللبن، أي نوع لبن موجود عندِك، سواء بقري أو جاموسي مش هتفرق، ومعايا كوباية إلا ربع من السمنة، أنا بس دوّبتها عشان أعرف أعايرها، والمكون الأخير اللي ما ينفعش نستغنى عنه هو معلقتين كبار من عسل النحل، العسل الأبيض العادي، لو مش متوافر عندِك عسل النحل يبقى تعملي الشربات التقيل البارد بتاع الكنافة، هناخد منه معلقتين برضه، ولو بقى عندِك عسل كلوكوز يبقى هو ده الأساس اللي بيعملوا بيه في المحلات، بس البدايل بتاعته هو عسل النحل أو عسل الشربات التقيل البارد بتاع الكنافة. توافر عندِك استخدميه هيدّيكِ نفس النتيجة، بعد كده هاخد الخليط ده هارفعه على النار لحد ما يبقى دافي، وأتأكد كويس جدًا إن السكر داب، يعني هنا أنا رفعت الخليط على النار وخلّيته بس دافي، يعني عامل زي دمعة العين كده لو حطيتِ صباعِك فيه ما تتلسعيش، ولو الخليط سخن منِّك هتركنيه على جنب لحد ما يبقى دافي، لكن اوعي تحطيه وهو سخن على الخليط الجاف، لو حطيتيه وهو سخن على دقيق البسبوسة هيبوظ منِّك البسبوسة وهتطلع معاكِ ناشفة ومحجرة ومش هتشرب الشربات بتاعها. بعد كده لازم تتأكدي إن السكر داب كويس جدًا مع المكونات، لازم السكر يكون دايب كويس ومختلط مع المكونات السايلة. بعد ما اتأكدتِ إن الخليط دافي والسكر داب كويس جدًا، هتبدئي تضيفي الخليط على خليط المواد الجافة اللي إحنا عملناه. ممكن تستغربي الطريقة دي في الأول عشان أنا ما حطيتش السمنة وبسيت الدقيق بالسمنة، بس بجد الطريقة دي ناجحة معاكِ من أول مرة. استحالة تفشل منِّك، بعد كده هنبدأ نقلِّب الخليطين مع بعض لحد ما الدقيق يختفي ويبدأ يندمج مع السوايل، هاقلِّب لحد ما يختفي بس مش عايزين نقلِّب كتير، لإنِّك لو قلِّبتِ كتير هتطلع معاكِ البسبوسة ناشفة، دي من أهم الخطوات إنِّك ما تقلِّبيش كتير، بس لحد ما يا دوبك الخليطين يندمجوا مع بعض يختفي دقيق السيمولينا ويختلط مع السوايل كويس جدًا، هنوقّف تقليب على طول. الطريقة دي بجد مضمونة وناجحة جدًا من أول مرّة، طريقة شوية مختلفة عن الطرق المعروفة للبسبوسة، إنِّك لازم تبِسّي الدقيق بالسمنة، بس بجد الطريقة دي بتنجح من أول مرّة واستحالة تفشل منِّك. بعد ما اختلطوا مع بعض كويس جدًا بتوقّفي تقليب، ما تبالغيش في التقليب عشان ما تنشفش منِّك. بعد كده بنجهّز الصينية اللي هنصُب فيها خليط البسبوسة، دي الصينية الأوسط في طقم الصواني المستطيلات، ممكن تعملي فيها أو ممكن لو عايزة تكبّري الحجم شوية برضه ممكن تعمليها في مقاس 28 على حسب حجم القطعة اللي أنتِ عايزاها وعايزة ارتفاعها قد إيه، بندهن الصينية بمعلقة سمنة، طبعًا يُفضّل السمنة اللي إحنا هنستخدمها في البسبوسة تكون سمنة بلدي بتدّيها طعم حلو جدًا. وبعد ما دهنتها كويس جدًا بالسمنة عشان البسبوسة ما تلزقش فيها، هابدأ أصُب فيها خليط البسبوسة زي ما أنتم شايفين معايا كده، أنتم شايفين القوام عامل إزاي، ما يكونش قوام يعني مليء بالسوائل أو قوام ناشف أوي، لأ هو قوام ما بين البينين زي ما أنتم شايفين معايا كده، وهابدأ أفردها في الصينية. عايزة أقول لِك كمان لو ما عرفتيش تفرديها في الصينية بالمعلقة، هتبلي إيدِك مَيّة وتبدئي تساوي وش الصينية، وبعد ما فردتها كويس جدًا وسويتها، هابدأ أدّيها خبطتين كده عشان أساوي وش البسبوسة. زي ما أنتم شايفين معايا كده، بعد ما تخبّطيها كويس جدًا وتتأكدي إن البسبوسة اتساوت في جميع الصينية، هتبدئي تقطّعيها زي ما أنتِ شايفة معايا كده، قطّعي الشكل اللي أنتِ عاوزاه، أنا هنا هاقطّعها مربعات صغيّرة، وبعد ما قطّعتها هابدأ أزيّنها بأي نوع مكسّرات عندِك، عايزة لوز، بندق، اللي أنتِ حاباه، أنا هنا عندي سوداني، هابدأ أزيّنها بالشكل اللي أنتم شايفينه معايا كده، طبعًا دي خطوة اختياري، لو بتحبّوا البسبوسة سادة يبقى خلاص هتسيبوها من غير أي نوع مكسّرات. طبعًا وإحنا بنكون شغالين في البسبوسة بنكون مولعين الفرن من قبلها بحوالي ربع ساعة أو أكتر، لحد ما الفرن يسخن كويس. أهم حاجة بقى في البسبوسة هي التسوية، أنا هادخّلها الفرن على درجة حرارة 190 أول تِلت ساعة،
بأول تِلت ساعة بس بتكون على درجة حرارة 190، بقية الوقت هاخلّيها على درجة حرارة 180، وأول ما تلاقي الأحراف خدت لون حلو ودهبي وفكّت من الأحراف الصينية كده، يبقى أنا كده البسبوسة بتاعتي استوت من تحت، وتلاقي كمان الوش بتاع البسبوسة بدأ ياخد لون خفيف دهبي كده، هتولّعي الشواية على الهادي لحد ما إيه، البسبوسة تاخد لون حلو موحّد من جميع الاتجاهات. في آخر وقت خالص بعد تسوية البسبوسة، يعني حوالي آخر 5، 7 دقايق كده في تسوية البسبوسة، هتبدئي تحضّري الشربات، وهو طبعًا معايا شربات خفيف وسُخن جدًا، لازم تكون البسبوسة سُخنة والشربات سُخن، عبارة عن مقدار كوبايتين من السكر وكوبايتين من المَيّة وعصير نُص ليمونة. السكر طبعًا بيختلف على حسب الذوق، لو أنتِ مش عاوزاها مسكّرة جامد، يبقى هتحطّي كوباية ونُص من السكر وكوبايتين من المَيّة. ليه كوبايتين من المَيّة؟ عشان أنا عاوزة الكوبايتين دول هُم اللي هتاخدهم البسبوسة كاملة، هي البسبوسة هتحتاج منِّك كوبايتين شربات أقل حاجة، فأنتِ لو عاوزة تقللي مقدار السكر هتحطي كوباية ونُص سكر وكوبايتين من المَيّة، وبعد ما ارفعهم على النار ويغلوا غلوتين لمدة دقيقتين كده، إن أنا عاوزاه خفيف، هاحط عليهم نُص معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو معلقة صغيرة من السمنة البلدي، بتفرق جدًا في الطعم. بسبوسة بعد ما كانت خدت اللون الحلو اللي أنتم شايفينه ده، هابدأ على طول أصُب عليها الشربات، لازم يا جماعة البسبوسة تكون لسه طالعة من الفرن وسخنة جدًا، والشربات يكون سخن بيغلي، ما ينفعش واحد فيهم يكون بارد، لازم الاتنين يكونوا سخن جدًا، وبابدأ أشرّبها الشربات زي ما أنتِ شايفة كده، تاخد في الفرن من حوالي 40 ل50 دقيقة وبتكون جاهزة. ما شاء الله طالما البسبوسة بتاعتِك شربت الشربات يبقى خلاص هي ناجحة، واتأكدي إنها نجحت معاكِ. زي ما أنتِ شايفة معايا كده هي خلاص أنا كنت باضيف آخر شوية في الآخر بالتدريج عشان أشوف هتاخد المقدار كلّه والّا لأ، هي خدت معايا المقدار كلّه زي ما أنتِ شايفة كده. وهتطلع معاكِ بجد طرية ومرمّلة أحلى 100 مرّة من الجاهزة. بعد الخطوة دي ما ينفعش تبدئي تقطّعي البسبوسة على طول، أساسًا البسبوسة أو أي حلويات شرقية كل ما بتسيبيها فترة كل ما بتحلو أكتر، فعلى الأقل سيبيها ساعة. أنا مثلًا هنا بعد خلاص ما شرّبتها الشربات، هابدأ أغطّيها واسيبها حوالي 10 دقايق كده لحد ما تهدى وتطرى أكتر وأكتر، وبعد كده بقى ممكن بعد أكتر من ساعة أو ساعتين تبدئي إيه تقطّعيها، يعني كل ما تسيبيها كل ما هتطلع معاكِ حلوة جدًا. خلاص بعد ما كانت البسبوسة هديت وقعدت أكتر من حوالي 3 أو 4 ساعات، يعني أنا عملتها قبل الفطار بفترة وسِبتها تهدى حوالي 3 أو 4 ساعات وبدأت أقطّعها زي ما أنتِ شايفة معايا كده، طالعة مرمّرة طعمها حلو جدًا والقطعة متماسكة مش مفرفتة منِّك زي ما أنتِ شايفة كده. وبجد أنا مش هاتكلم على جمالها، بجد طعم ولون وريحة، وطبعًا طالما أنتِ مستخدمة السمنة البلدي هتدّيكِ طعم روعة جدًا، أحلى من الجاهزة مليون مرّة، بس امشي على الخطوات اللي أنا قُلتها وهتطلع معاكِ أحلى كمان، إن شاء الله متماسكة مش مفرولة أو مفتتة، زي ما أنتِ شايفة معايا كده وطالعة بجد مرمّلة وطعمها روعة، وزي ما أنتِ شايفة كده أنا باحاول أوريكِ ترميلتها، بجد مرمّلة ولونها روعة وجميلة جدًا، زي ما أنتِ شايفة معايا كده. واخدة لون بجد وكمان ترميلتها مستوية صح وشاربة الشربات بتاعها كويس جدًا، وبجد دي من أحلى وأنجح طرق البسبوسة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.